السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم حبايبي وين ما كنتوا عم بتابعونا في قناة المطبخ الشعبي. بتمنى يا رب تكونوا بألف خير. وصفتنا اليوم من الوصفات الفلسطينية واللذيذة. عنا العجرم حوس مع البصل والبيض. بتمنى هالوصفة تعجبكم. طبعا العجرم يسمى ببلادنا بهذا الاسم، فلسطين. احكوا لي انتو شو بتسموه. بتمنى ان يكون هالطبق يعجبكم. ويلا مع بعض نشوف خطوات العمل. رح نحتاج لضمة من العجرم او بسموه الهيليون. طبعا في مناطق كثيرة بتسميه الهيليون، ولكن احنا في بلادنا بفلسطين بنسميه العجرم. انتو اكتبوا لي تحت في التعليقات ايش بتسموه. حبيت افرجيكم اياه. طبعا هذا نبات بري، بيتلقط من الجبال. شايفين عندي شكله. طبعا بتقدروا انكم تلاقوه، بيكون موجود في المولات ولكن بحجم اكبر، وطبعا بطريقة طبعا اكيد بيكون فيها مواد حافظة، ولكن هذا نبات طبيعي فيه فوائد كثير. عندي هون العجرم رح نغسله بملح ومي وشوي من الخل الابيض، نتركه ليتصفى، وبعد هيك رح نفرمه طبعا فرمة وسط. عندي حطيتهم بوعاء، ضفت عليهم المي، راح اضيف ملح وشوي من الخل الابيض، بسم الله. وبعد هيك راح اغسلهم كتير منيح واتركهم ليتصفوا. في مقلاية على الغاز ضفت كمية من زيت الزيتون، راح نشغل الغاز ليحمى الزيت. راح انزل عندي هون حبتين من البصل مفروم فرمة وسط، بسم الله. راح نقلب البصل لحد ما يذبل عنا. راح انزل عندي هون العجرم او نبات الهيليوم بعد ما قطعته بهذا الشكل. شايفين كيف انا قطعته هون لقطع صغيرة، بسم الله. راح انزلهم فوق البصل واقلبهم واتركهم طبعا على نار واطية لحد ما يستوي عندي العجرم. راح احكي هون ملاحظة. طبعا في كثير ناس بتضيف في هاي المرحلة او هون في هاي الخطوة بتضيف شوية من المي لحتى يستوي عندي نبات العجرم، ولكن انا هون ما راح اضيف لانه العجرم عندي اخضر طازة، فما بيحتاج اني اضيف عليه مي، ولكن راح اوطي عليه الغاز واتركه ليستوي براحته. راح اضيف عندي هون ملح بالاضافة لفلفل اسود بالاضافة لبهار مشكل، بسم الله. وراح اقلبهم سوا. وعندي هيك بعد ما استوى العجرم او الهيليون راح ننزل طبعا من دوكو نتأكد من استوائه. راح ننزل فوقه بيض، بسم الله. راح اضيف عندي هون لهاي الكمية 3 حبات من البيض. راح اضيف فوقيهم رشة من الملح، بسم الله. وراح نخليهم على الواطي لحد ما يستوي عندي البيض. بنوزع البيض على كل الكمية بهالشكل وبنتركه لحد ما يستوي. نقلبهم بسم الله بهالشكل لنتأكد من استواء البيض. وهيك عنا الوصفة صارت جاهزة. راح نطفي عليها الغاز ونشوف مع بعض مرحلة التقديم. وهيك حبايب قلب وصفتنا اليوم صارت جاهزة. بتمنى يكون هالفيديو عجبكم، بتمنى انكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها، وبتمنى من كل شخص بيدخل القناة لأول مرة لايك للفيديو، اشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد. دمتم بخير وشكرا لكم لحسن المتابعة.